في موضوع كده الناس بتاخد آيات القرآن وتترجمها على كيفهم أو سوء فهم للآيات يعني. بمعنى إن تلاقي في أمهات مصممة إن الطفل لازم يرضع سنتين وباباه هو اللي مصمم عشان الدين بيقول إن لازم الولد يرضع سنتين. معرفش جابوا منين لازم دي. يعني ربنا لما قال في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعة، لمن أراد يتم رضاعة آخره سنتين، الحد الأقصى سنتين، لأن بنلاقي أمهات بتفضل ترضع سنتين ونص وثلاثة وأربعة. فعشان كده ربنا عارف إن في أمهات مش هتعرف تسيطر، فقال لكم آخركم كام؟ سنتين. لكن اللي هتفطم قبل السنتين مفيش اي وزر عليها، مش ما عملتش ذنب او كبيره. اللي هو لو انت عاوزه تفطم على سنه ونص، سنه و7 شهور، سنه و5 شهور، مفيش اي مشاكل. انما فكره لازم سنتين، لا مش لازم سنتين، لكن الحد الاقصى سنتين. طيب المشكله فين؟ انا ما عنديش مشكله ان الام تفطم سنه ونص وسنتين براحتك، بس اهم حاجه ان الطفل بعد السنه يكون بياكل اكتر ما بيرضع. يعني بياكل بنسبه 90% والرضاعه 10%، ده بعد السنه. ما نلاقيش بقى طفل طول النهار عايش على الرضاعه والام تقول لك اصل ربنا قال سنتين. ما هو قال سنتين، بس ارجع لاهل الذكر. ابنك جاله انيميا بسبب ان هو ما بياكلش حاجه خالص وعايش على الرضاعه اللي هي القيمه الغذائيه اللي فيها ما بقتش كافيه وما بتلبيش احتياجات الطفل. فالطفل محتاج ان هو ياكل لحمه وفراخ وبيض ومش عارف ايه وفواكه محتاج عناصر تانية كتير مش متوفره في الرضاعه. فبعد السنه الطفل بيرضع مره او اتنين، وبعد الوجبات يعني العصر وبالليل، مش يصحى طول النهار يرضع ومفيش اكل خالص. وتيجي تعمله تحليل انيميا تلاقي الانيميا جامده جدا بسبب انه عايش على الرضاعه. فريت نفهم الكلام صح.